بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ في الفيديو على طول، بس طبعا ما تنسوش طبعا الاشتراك وزر اللايك وتشيروا الفيديو في كل مكان عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين إن شاء الله. خلينا نخش على طول. أنا النهارده مش جاي أتكلم، أنا جاي أتكلم عن قضية روان، طالبة كلية العلوم بجامعة الزقازيق، وأنا مش جاي أتكلم عشان أخش في ترندات إن أنا أبقى ترند أو أجيب مشاهدات. أنا كل اللي أنا عايزه حاجة واحدة بس، اللي احنا نوصل رسالتنا لكل الناس، نفهمهم ان القناه بتاعتنا هدفها انها اظهار الحق حتى لو بعد حين، وانها كمان بتساعدنا ان احنا نوصل لحلول مع بعض القضايا العجيبه ونستنتجها سوا ونكتب تعليقاتها في الكومنتات عشان نقدر نساعد بعض. روان طالبه في كليه العلوم بجامعه الزقازيق، عندها 22 سنه، زي اي طالب يروح الجامعه. يوم السبت لبست وجهزت ونزلت تحت الجامعه، بس راحت ما رجعتش، راحت وماتت. رحم الله طالبه روان. وقعت في الدور الرابع قدام من الكليه وقدام زمايلها. فين اللي حواليها؟ فين المسؤولين؟ فين الدكاترة؟ فين العميدين؟ مش موجودين، بيضحكوا وبيكملوا حياتهم. بص يا باشا من الآخر، خلينا بس نبقى متفقين، هل دي تبقى الجامعة؟ المفروض تبقى أمان لينا كطلبة والآباء ولأولادنا؟ هل الجامعات أصبحت أمان؟ هل الإنسان هل هي تستحق إنها كده؟ والمشكلة لما طلبوا الإسعاف، حضرتك انت الاسعاف جنب الجامعه، ايه اللي اخر الاسعاف حضرتك؟ نص ساعه. ولما الاسعاف جت حتى مفيش حتى مسعف. زمايلها هم اللي شالوها ودوها على طول. تخيل لك هذا عزيزي المشاهد، ان بنت حضرتك او ابن حضرتك او بنت حضرتك يروح ما يرجعش. حضرتك انت هتأمن على اولادك؟ او حضرتك انا هأمن على اولادي او اخواتي ازاي لما دخلوا وراحوا ما يرجعوش؟ حضرتك ده اسمه اهمال. لا ده مش اهمال وتقصير واضح. ولكن خلونا عشان محدش يقول حاجه. طب هي دي جامعه بتحافظ على هي دي جامعه بتحافظ على الطلبه؟ طب سؤال، يعني انت الجامعة والمدارس لو مؤسسات علمية من حقها مسؤوليتها انها تحمينا وتحافظ علينا وعلى ابنائنا. المفروض ده اللي يبقى موجود ويحصل. لا، ده ما يجيش معاهم كده خالص. انا مش جاي اقول ان انا بعمل مؤامره او نظريه مؤامره. انا جاي اقول ان روان ماتت وكلنا ساكتين. حضرتك احنا في اليومين الاخرى دول كميه حوادث اغتصاب باوسخ وابشع الطرق. حضرتك هنوصلكوا حالا اللي احنا هنوصلكوا اللي حصل الاسبوع ده واللي حصل قبل كده قديم. يمكن نتعظ ونفوق، ولو حد ليه حق ياخده. السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، هي لو كانت روان بنت دكتور أو أستاذ في الجامعة، هل كانوا هيسيبوها تنزل بالشكل ده؟ السؤال ده هو بيجاوب على كل حاجة. بوجهة نظري إن السؤال ده بيجاوب على كل إجابة أنا عايز أشوفها في حلقة اليوم ده، في حلقة النهاردة ده. انا مش هطالب بحاجه واحده، انا عايز العداله بحق روان، مش حق روان بس، ده حق كل واحده. مش عشان روان بس، عايزين حقها، بس مش عشان روان بس، عشان ما يحصلش عشان ما يبقاش في روان تانية بكره ويحصل نفس اللي حصل لها. ربنا يرحمها ويصبر اهلها وخلت ذكرها وجعل دمها نور، بس مش مجرد ذكر. خلينا بقى نقف كده عند كام حاجه.
انا عارف ان الاراء في الفيديو ده اهو هتبقى ما بين انها ممكن تكون جريمة قتل او انتحرت او نتيجة عن اهمال، الله اعلم. نبدأ بقى نحلل كم جملة كده على السريع. حضرتك احنا قلنا ان الاسعاف اتأخرت نص ساعة، تمام، والمعين المستشفى جنب الجامعة. هنا ما اعتقدش ده مش تقصير واضح، ده اهمال بمعنى كل الطرق، مع ان انا مش شايف انها اهمال، ده انا شايف انها حاجة اكبر انها من جريمة ان هي مجرد انتحار او قضية اهمال. في حاجة موتها وراه لغز، الله اعلم. كل حاجة هتبان في وقتها. انت حضرتك عايز تعمل ايه؟ انا عايز اوصل لك، وحضرتك استنوا نوصلكم اللي حصل. طب ازاي المؤسسات التعليمية اللي لها المفروض تحمينا وتحمي اولادنا من اي حاجة ومسؤولة علينا يحصل كده؟ الجامعات واحدة وقعت من الدور الرابع، وقبلها قضية الطفل ياسين اللي تم اغتصابه وتم حكم على الجانيين، وقبلها الغفير اللي اتحرش بالطفلة اغتصبها، وقبل كده هتك تعرض الطفلة الصغيرة اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. ايه اللي احنا للدرجة دي بقينا يعني مفيش كله؟ انت بقيت عايز تشبع شهواتك ورغباتك يا اوساخ، يا عالم يا وسخة، يا عالم يا قذرة، يا اللي ما بتعرفوش. معلش انا محتاج اشتم لان انا خلاص الموضوع بشوفه، واللي بستغربه ان في ناس ساكته عن الحاجات دي. حضرتك انت ساكت ليه؟ انت ليك انت عندك المفروض تقوم وتقول يا باشا انا عايز حق فلانه، حتى لو اعتبرها بنتك او اختك او اللي بيحصل فيه ده اعتبره حد من قرايبك وحط حد منهم مكانه وشوف انت كنت هتعمل ايه واعمله. انما كده مش هينفع. ايه كل القذاره والوساخه اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره ده؟ هو انتوا بجد انتوا محتاجين تتعدموا في ميدان عام قدام الشعب المصري، وما تعدموش كده شنقا رميا بالحجاره، نفضل نرميهم بالحجاره لحد ما يموتوا في ايدينا. اعتقد انا لو مكان هعمل كده، لان ده حق طفله تم اغتصابها من غفير، والطفله الاخرى اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وحق ياسين اللي هو بيرجع اهو بعد حكم المؤبد على الجاني وهروب المديره والمدرسه تقريبا، وبيقول لك ايه دي ماتت واترحلت امريكا عشان تتعالج. ماتت واترحلت على امريكا وحمك انت وهو، احنا كلنا عارفين اللي فيها، بس ما تخلناش نتكلم، احنا بنتكلم عن حاجه معينه. ازاي احنا نامن على جامعاتنا نامن على اولادنا وعلى نفسنا في الجامعات والمدارس، نامن على اولادنا من المدارس والجامعات دلوقتي ما يروحوش في قضيه الطفل ياسين. احنا كلنا سالنا الطفل حسن دي سال سؤال واحد: هي ليه يا ماما المدرسه ما بقتش امان؟ حضرتك شوف اللي بيحصل دلوقتي والاجابه هتكون موجوده عندك في الحوادث اللي حصلت الفتره الاخيره. انا اعتقد كده جبت كل اللي عندي، بس حضراتنا احنا اللي غلطانين، احنا غلطانين. انت بتشوف حاجه والمفروض تكون فاهم وعارف وتقول وتتكلم، انت ما تخافش. ما هو خوفنا ده هو اللي جايبنا ورا. احنا لما نتشجع ونقول اقسم بالله لو حد قال كلمه حق وكل واحد قال كلمه حق، البلد هتتغير وهتبقى ما شاء الله حاجه يعني منتهى الجمال. بس احنا هنقول ايه؟ ربنا يهدينا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص قتل روح ملهاش ذنب، حسبي الله في كل شخص زهق روح قتلها، سواء بالقتل او اغتصاب او هتك العرض، كما قال رب الله
في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا زكية بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني حضرتك شوف الجمال الآية بتقول، جمال الآية بتقول انت من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. انت قتلت، حضرتك قتلت روح انسان بريء كأنك قتلت البشرية. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، انت أحيت الدنيا. ولكن في الحادثة ده بقى اللي احنا بنتكلم عنها في موضوع حلقتنا، يبقى موت الطالبة روان لغز إلى الآن. وده طبعا آخر الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.